قضية مارين لوبان صح الجزائريين سمعوا بزاف عليها وإنه في فرنسا كل يبداو يهضروا يعني زعما عندنا كاع البارابول، نتبعوا نشوفوا، وللأسف صحافة بودورو أما ما فهموش لأنهم أغبياء ما يعرفوش راهم هي، وإما داروها بالعاني يقولوا بلي مارين لوبان اكتسبت الأموال وسرقت يا تا غالب، ما داتش دورو ليها، مارين لوبان القضية تاعها هو أنهم ماهمش طالبينها بأنها اختلست أموال أو أنها كان عندها ثراء غير شرعي أو لا، القضية وما فيها هي أنها برلمانية لما كانت برلمانية أوروبية في البرلمان الأوروبي، البرلمان الأوروبي يدفع للمساعدين تاع كل برلماني يدفع لهم شهرية، يعطيهم دراهم. les honoraires des indemnités سمعت للمساعدين تبعها، هي المساعدين اللي جابتهم كانوا يخدموا في الحزب ديالها، يعني ميم كي يجيو لستراسبورغ البرلمان يخدموا في الحزب تاعهم، الأوقات هاذيك يوظفوها للحزب ماشي للبرلمان الأوروبي، والبرلمان الأوروبي هو اللي يخلص فيهم. هي الحكاية تاع مارين لوبان، مد الدراهم ليها ما ترفد على هي بالنسبة ليها تقول هاذوما راهم يجوا للبرلمان الأوروبي وراهم يخدموا في البرلمان الأوروبي، والقضاء الفرنسي قال لا، ما العزيز خاصةً أنها ما حبتش تعترف، وكان أدلة اللي تثبت باللي هاد المساعدين تاوعها كانوا يخدموا في الحزب، ما كانوش يخدموا في البرلمان، يعني جهدهم عاطينه للحزب راسمبلومون ناسيونال، دونك حكموا عليها في عامين 94 منهم زوج نافذ، ودير هذاك دير البراسلي إلكترونيك، يعني ما تروحش للحبس. هذا يدل على أنه كان ديمقراطية في فرنسا، وجه بارز في الساحة السياسية، ولكن القضاء هو القضاء. والشيء اللي نسجلوه هو أنه مارين لوبان هي كانت تطالب بأنه كل سياسي أثناء عهدته الانتخابية مهما كان المنصب، إذا كان فيه فساد أثناء عهدته الانتخابية يلزم يحرم من الترشح للانتخابات لمدة معينة، وهذا اللي طاح عليها، ولكن هذا ما يعنيش أنه الطبقة السياسية بكل أطيافها بما فيهم جون لوك ميلانشون اللي هو العدو اللدود للراسمبلمون ناسيونال التجمع الوطني ولمارين لوبان وباباها مام قبل ما يموت، هو قال ما يلزمش القضاء يتدخل في الحياة السياسية. توني ميرار رئيس الحكومة نفس الشيء، فرنسا بايرو قال ما يلزمش ماكرون قال القضاء مستقل ويدير واش يبغي. هذا المهم الناس كلها تكلمت، وجات النهار اللي يحكموا عليها وكانت في الجزائر ما يجيبوهاش في أكبر قناة واللي الناس تبعوا الجريدة المصورة تاعها النشرة الإخبارية، دارت 7 ملايين مشاهدة، 7 ملايين يتابعوا الحوار تاعها في TF1. شوفوا الحرية هذيك، في الجزائر ما كانش هذا، واليوم واش بعد مكة على بوس بيمبيط، ثاني نقارنوا في الجزائر مع عصابات تاع هنايا. المهم هذه هي قضية
مارين لوبان. ما هي لا وجد ماشي غير هي اللي متابعة، متابعين معاها 20 واحد، يعني 20 واحد متابعينها متابعينهم معاها، وعندها الآن دير يعني الاستئناف، ولكن المشكل تاعها هو الاستئناف كي ديرو آآ راح ديرو في 26. راح حكمتكم لأنه القضاء في راس مش كيما دير اليوم الاستئناف غدوة يبرمجوه لك باش يليكيديو العام الجاية، كيما كنا نهار يخرجوا التوفيق وراك الساهم التفريقة وباش هاك ما خرجوهمش، دار لهم التكسيرة تاع باش يكسروا الشرع بعد الاستئناف، تم تاك تاك يا أخو صاي منا الآخرين عاودوا رجعوا عندكم. لا هي قعدت تسنى حتى 2006. ما يكونش عندها الوقت باش تحضّر للانتخابات الرئاسية، حتى لو في الاستئناف يلغيوا لها هذاك عدم الترشح، الحرمان من الترشح. حنا كان الطبقة السياسية يقول لك راح يكون فيها خلل، في خلل لأنه مارين لو بان وجه سياسي معروف وراهي تمشي وتطلع. و وجودها على الساحة السياسية يعتبر ضمان للديمقراطية في فرنسا، ما يجيش تجي تلغيها بقرار قضائي بحكم قضائي، هذا اللي يتكلموا عليه، ولكن يبقى إنه إذا ما ترشحتش هي تقدر تحط الثقل تاعها لصالح جون بارديلا اللي هو شاب صغير عنده 32 والّا 33 سنة حفيد تبون. يقدر يكون حفيد تبون، شوفوا طبقة سياسية مش صغيرة، ماكرون صغير، ريطايو يتكلموا عليه زايد في ال60، زايد في ال60، فارس كان عنده زايد في شنو هو وزير الداخلية، صغار كلهم، عطال 32 سنة رئيس حكومة، إحنا جايبين غير نفرخوه. مارين لو بان 56 سنة في عمرها. عيش أنا، دونك في حالة أن ترشح شي صح يقول لك لأنه حتى تحط الثقل ديالها يبقى بالنسبة للمواطن الفرنسي يقول لك هذا صغير ما عندوش تجربة هذا كذا هذا كذا، وبالتالي حظوظ الحزب تاعو تنقص تتقلص.